عارف ان اخر سؤال في الانترفيو ممكن يكون فرصتك الذهبيه؟ لما يسالك عندك اي اسئله ده مش مجرد سؤال، دي اللحظه اللي تقدر تسيب فيها انطباع ما يتنسيش. خليني احكي لك قصه ايمن كان بيحضر لانترفيو في شركه كبيره وقعد يذاكر الاسئله اللي ممكن تتسال، والانترفيو مشى كويس، لكن قرب نهايته المدير ساله عندك اي اسئله؟ ايمن لحظتها حس انه مش محتاج يسال حاجه وقال له لا شكرا. بس بعد اسبوع جاله رفض، والسبب ان المدير كتب في الملاحظات مرشح جيد لكنه ما اظهرش اهتمام كافي بالوظيفه او بالشركه. القصه دي بتوضح قد ايه السؤال الاخير مهم، علشان كده تعال اقول لك على اهم الاسئله اللي ممكن تسالها وتسيب بيها انطباع قوي. ايه توقعات الشركه مني في اول 3 شهور؟ ده بيوضح ان انت مش بس جاهز للعمل لكن كمان عايز تحقق الاهداف من البدايه، وبيظهر انك عملي ومهتم تسيب تاثير ايجابي سريع. وايه التحديات اللي ممكن اواجهها لو اتقبلت في الوظيفه دي؟ ده بيعبر عن انك مش خايف من الصعوبات وعايز تعرف ازاي تجهز نفسك ليها، ويبين انك شخص بيخطط لقدام. ايه الخطوه الجايه في عمليه التوظيف؟ السؤال ده بسيط ولكنه بيظهر اهتمامك ومتابعتك وبيخليهم يحسوا انك متحمس ومهتم تعرف الجدول الزمني للنتائج. الاسئله دي مش بس بتخليك تسيب انطباع قوي لكنها كمان بتوضح ان انت شخص استراتيجي ومهتم بالتفاصيل. اكتب لي في الكومنتات ايه اكتر سؤال شايف انه ممكن يسيب انطباع قوي.